تلات أفكار مسمومة بتفكر فيهم وبتدمر بيهم حياتك. الجزء الرابع. الفكرة رقم واحد: طالما بيجيلي قرشين وربنا ساترني اهو انا عايش وخلاص، هعمل ايه يعني؟ هقطع نفسي؟ الكلام ده بيقتل الطموح خالص، بيموته، وبيخليك راضي بالقليل. مش عشان انت مقتنع، لا، عشان خايف تتحرك خطوة واحدة لقدام. الحياة بتحب الطماع، هي دي الحقيقة. اللي بيكبش وبياخد على قد ما يقدر الحياة هتديله. الحياة بتدي للي عايز ياخد وبس، للمقاتل، للي ما بيشبعش. بس طبعا ابقى راجع دينك وضميرك. تلاقي نفسك برضو شغال في شغلانة بتقبض فيها 5000 جنيه مثلا، كل ما يتعرض عليك انك تتعلم مهارة جديدة ولا تسافر وهتجيب لك فلوس، تقول يا عم اهو ماشية وخلاص، هقطع نفسي يعني، مش ناقصة وجع دماغ، خلينا في الأمان، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. أقولك على حاجة: اركن الأمان ده شوية على جنب كده، وجرب حاجة واحدة بس تعملها، مهارة كده تتعلمها واحدة واحدة بس كده، حاجة واحدة بس تزود بيها دخلك. افتكر إن اللي مش بيتطور بيموت وبيندفن وبينقرض زي الديناصورات كده. الفكرة رقم اتنين: أنا لازم أستحمل عشان العيشة صعبة. الجملة دي بتخليك تستحمل إهانة وظلم وشغل يدمرك أكتر من ال 12 ساعة، يمكن 16 و18 كمان، وتقول لنفسك إن ده الطبيعي والعادي، ما كل الناس كده. تلاقي مديرك بيزعق لك قدام الناس ويقول لك ما هو كل الشغل كده، هتروح فين؟ أو تلاقي نفسك في علاقة مؤذية مع واحدة وتقول أهو أحسن من الوحدة، أحسن من مفيش. بلاش تدي القبح والبشاعة والظلم لقب القدر، ان ده قدري ونصيبي. امشي، اتحرك لقدام لو في فرصة، ولو مفيش اصنع انت الفرصة بنفسك، وجهز نفسك دايما للخروج من اللي انت فيه، سواء شغل مبهدلك او علاقة مبهدلاك. فكرة مسمومة بقى: انا مش زيه، ده اكيد وراه ناس سنداه. فكرة بتمنعك تبدأ اي حاجة. كل ما تشوف حد ناجح تقول اكيد ابوه ساعده، اكيد عنده واسطة، وتقعد تفرض احتمالات كتير وتبرر نجاحه. بقول لك بقى: ايا كان سبب نجاحه ملكش دعوة بحد، ركز على نفسك انت وبس. اتحرك في اطار امكانياتك المحدودة مهما كانت ضعيفة. مفهوم؟ مهما كانت ضعيفة. انت مثلا شفت مثلا حد قناته ضربت على اليوتيوب، فانت تقنع نفسك اكيد مشتري مشاهدات او حد ساعده. الافتراض ده لوحده بيخليك مكانك، مش بتاخد قرار انك اصلا تتحرك ولو خطوة واحدة لقدام. ما تفسرش سبب نجاح الناس، وركز في ورقتك انت وبس، ركز في حالك انت وبس، وما تحللش الناس نجحت ليه.